طبعا كلنا عارفين ان البوت اللي بينزل على التليجرام وبيعمل طفرة في تسجيل المستخدمين عليه بيبقى موثق ومضمون 100%. ولما بيقولك انه هيدرج على منصة باينانس حضرتك بتثق فيه اكتر. بالك بقى لما باينانس نفسها تعمل بوت وتعلن عنه، فانت كده يا صاحبي تلحقه من البداية عشان ما يفوتكش. ويلا بينا. يا مساء الفل على كل الناس الحلوة اللي متابعة صفحتنا المتخصصة للربح من الانترنت وربح العملات الرقمية المشفرة. اولا كده يا شباب تعالوا نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين. ده بقى يا شباب البوت الخاص بمنصة باينانس، وهيعدل لحضرتك عملة مون بيكس اللي مع الوقت هتقدر تسحبها وتبيعها على باينانس نفسها. هشرح لحضرتك كل حاجة دلوقتي، ازاي تجمع عملاتك وازاي تربط المحفظة الخاصة بحضرتك على منصة باينانس. وهتقولي ايه دليلك انه تبع منصة باينانس؟ هثبت لحضرتك كل ده في الفيديو بتاع النهاردة. اول حاجة هتروح تسجل من الرابط اللي هسيبه لحضرتك تحت في الوصف بتاع الفيديو. هيفتح معاك بالواجهة دي. البوت ده بسيط وسهل، لو بصيت هنا هتلاقي 6 محاولات، انا معايا 5 حاليا. فانت بيكملهم لك 6، كل 10 دقايق بتاخد محاولة وهكذا. كل اللي هتعمله انك هتدوس على الكلمة الصفرا اللي هي دي اللي هي بلاي جيم. طبعا هيفتح معاك اللعبة اللي هي دي. كل اللي بتعمله ان انت بتجمع عملات عن طريق الخطاف اللي بينزل من الصاروخ، وبتدوس عليه وبتجمع العملات. اهم حاجة ما تسحبش الطوب الاسود اللي هو ده، عشان زي ما انت شايف الطوب ده بينقص من العملات اللي انت حضرتك بتجمعها. ولو بصينا هنا هتلاقي ان في هدية. الهدية دي حضرتك انت لما بتاخدها بتاخد عملات زيادة عن اي حاجة تاني انت مثلا بتعملها، وتفضل هكذا تلعب بقى لحد ما تخلص محاولاتك اللي معاك، وبعد كده بيجمع لك تاني. طبعا الموضوع ده كل 45، انت كل قصدي اللي معاك 45 ثانية. انت في خلال 45 ثانية دول حاول تجمع اي حاجة في ال6 محاولات. طبعا تجمع اي حاجة، الوقت بيخلص بتكون طبعا المحاولة خلصت. طبعا الخانة التانية اللي هي دي خانة اللي هو المتصدرين على البوت. تمام. الخانة اللي بعدها اللي هي تاسكس او مهام. الخانة دي هندخل عليها، هيجيب لك المهام اللي انت حضرتك المفروض تنفذها كل يوم. اخر مهمة بيقولك اربط محفظة باينانس وهتاخد 10,000 عملة. هتروح على اخر خانة اللي هي مكتوب عليها باينانس دي عشان تكمل المهمة. هتلاقي 3 مهام هلخصهم لك في السريع. اول واحدة تكون محمل منصة باينانس، وبعد ما تحمل المنصة هترجع على البوت وهتضغط عليها، هيوجهك على منصة باينانس تلقائيا، وهيدخل على التحقق من الهوية على طول. لازم طبعا تكون موثق حسابك على منصة باينانس. خلي بالك عشان لو جينا هنا هتلاقي ان اخر مهمة دي طالب منك ان انت تكون عامل توثيق الهوية. اخر واحدة دي تكون عامل توثيق الهوية وهتضغط عليها. المهمة اللي في النص دي يا صاحبي هيربط حسابك على التليجرام بالمنصة عن طريق الجيميل الخاص بيك. طبعا بعد ما تخلصهم هتلاقي ال10,000 كوينز نزلوا في حسابك على طول. هنروح على اثبات انه البوت ده تابع لمنصة باينانس ولا لا. طبعا يا صاحبي دي قناة منصة باينانس على التليجرام زي ما انت حضرتك شايف. هنطلع كده لفوق لحد المنشور اللي هو ده يوم 17/9، وهنترجمه مع بعض كده. هتلاقيها بيقولك ايه: نحن ندرك ان لعبة تطبيق التي جي المصغرة القادمة مون بيكس قد تم تسريبها قبل تاريخ الاطلاق المخطط لها. على الرغم من اننا سعداء باستجابة المجتمع، الا اننا لا نزال نعمل على تحسين المنتج لضمان افضل تجربة للمستخدم عند الاطلاق الرسمي. يعني زي ما انت شايف حضرتك ده اكبر دليل ان مون بيكس تابع لمنصة باينانس، وهي حاليا بتعمل عليه تحديثات وبتعمل عليه شغل، ولسه هتطوره عشان توصل لدرجة معينة ان هي طبعا الموضوع ما يطولش. ممكن الموضوع يبقى زي دوجز ما ياخدش بالظبط شهر ونص شهرين ويكون العملة تم ادراجها، وكده كده انت هتبيع على منصة اصلا باينانس. هنروح كده على البوت. بصيت من فوق انا على كم مستخدم، هتلاقي 3,800,000 مستخدم سجلوا على البوت، ولسه ملوش يومين بس.
وده دليل على قوة العملة. فانت الحق سجل في البوت من البداية علشان تقدر تحقق أرباح موثقة بإذن الله. وهسيب لك لينك قناتنا على التليجرام في الوصف برضو، هتلاقي كل الأخبار الحصرية للعملات المشفرة، وهتلاقي جميع حلول الشفرات الخاصة بالبوتات كلها. وبس كده يا صاحبي، هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا باللايك، عايزين نوصل الفيديو ده مع بعض ال1000 لايك. واكتب لنا رأيك في كومنت. ولو انت مش مشترك في القناة، انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية المشفرة. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.